قبل ما يتضرب هاد البيلانتي كنا كلنا فرحانين. نسينا كاع الخيبات، نسينا خيبة 2017 2019 2022، وقلنا صافي هذه هي الوقيته اللي غيمشي فيها هاد النحس وغنحققوا اللقب اللي غاب اكثر من 50 عام. ولكن بيلانتي ابراهيم دياز ما كانتش غير كرة ضاعت، كانت هي الصدمة اللي فيقاتنا على واقع مر، واقع كشف لينا بلي اننا اصلا ما نستاهلوش نوصلوا للفينال بسبب القرارات والعشوائية ديال المدرب ديالنا. المشكل ديال المنتخب بدا من نهار بانت اللائحة، او بالاصح النقطة التي افاضت الكأس، والاغلبية ولاو ما طامعينش في شي حاجة في هذه النسخة اللي كانت منظمة في بلادنا ووسط جمهورنا في اعلى مستوى، اللي بكل صراحة كانت هي احسن نسخة في كأس افريقيا. والنقطة التي افاضت الكأس وخلت الجمهور بالكبير بالصغير يكعاو هي الماتش ديال مالي اللي بنا فيه محدودين تكتيكيا. بكل صراحة هادشي ما جاش بالصدفة، حيت دخلنا بلائحة إرضاء الخواطر ماشي الجاهزية. غنبداو بأبرز الأسماء اللي جاو مصابين وما قدمولناش الإضافة المطلوبة منهم. عندنا أشرف حكيمي جا مصاب مور ما تضرب مع فرقته باريس سان جيرمان، ودار جهد يشكر عليه باش يلحق بالأدوار المتقدمة، ولكن حكيمي ما كانش هو حكيمي اللي كنعرفو. الكابيتانو رومان سايس الأغلبية انتقد المجيء ديالو، وهذا الشي بان منين تصاب في أول ماتش، وبان باللي كان كاين مدافعين اجدر باش يكونوا بلاصتو في اللائحه. عندنا سفيان امرابط اللي جاب اصابه مع فرقته ريال بيتيس، وهذا الشيء اللي بان فاش غاب على الماتش الثالث والماتشات ديال الادوار الاقصائيه. وعندنا حتى بن صغير اللي كان فاقد الجاهزيه، ومع ذلك تمت المناداة عليه وتفضيله على اسماء كانت غتقدم لنا الاضافه. والكارثة الكبرى اللي اكتشفناها حتى سنة البطولة هي أن حتى الحارس الاحتياطي منير المحمدي كان حتى هو عنده إصابة. تخيلوا معايا دابا كون وقعت شي حاجة للحارس ديالنا ياسين بون الله يحفظ، كنا غنلعبوا بحارس ثالث ما عندوش حتى تجربة دولية. ولكن أقصى لقطة اللي وقعت لينا في هذه البطولة هي اللي وقعت مع حمزة إيغامان. السيد جا مصاب مع فرقته ليل، وبسبب العشوائية وسوء التسيير في قرارات المدرب اختار يدخله في النهائي وهو ما واجدش 100%، والنتيجة الإصابة ديالو بقطع في الرباط الصليبي، وخلانا نكملوا الأشواط الإضافية أمام منتخب السنغال وحنا متأخرين بواحد الزيرو بعشرة د اللاعبين. في الوقت اللي كنا محتاجين الجاهزية غيبنا أسماء كيطيروا كرة. فين هو المتألق ربيع حريمات اللي دا أحسن لاعب في كأس العرب مع الكتيبة ديال سكيتيوي؟ ولا فين هو معما بطل العالم والأصدقاء ديالو باعوف ولا الزبيري؟ ولا لما لا علاش ما تعيطش اللوزة اللي كان جاهز وكيقدم أحسن المستويات ديالو؟ لا، حنا ما اختاريناش نجيبو هاد اللعابة، اختارينا نجيبو اللعابة اللي تألقوا معنا في قطر بحجة أنهم أجدر ولا عندهم الخبرة، وهاد الشي ما قدمناش الإضافة في البطولة، وفاش وقفنا عليهم ما لقيناهمش. يعني اختارينا نضحيو بلعابة جاهزين وكيقدموا أعلى المستويات بلعابة عاد راجعين من إصابات طويلة، ولا حيت عندهم الخبرة الدولية. وفي إطار أحداث النهائي وقبل ما يجي البيت ديال السنغال ولا ضربة الجزاء ديالنا، كلنا شفنا الإصابة ديال اللاعب العيناوي على مستوى الرأس اللي سبب ليه في نزيف، وتضطر الطاقم الطبي باش يدير ليه الغراز. ولكن الطامة الكبرى هي أن المدرب خلاه يلعب في هذيك الحالة وما دارش تغيير، وبسبب هذا القرار في بقية المباراة نائل ما بقاش نائل اللي كنعرفه، ولا خايف في التدخلات، وبسببه وهو اللي عطى تمريرة خاطئة سببت في هدف السنغال. ولكن هنا بالضبط المدرب اللي كيتحمل المسؤولية، حيت خاطر بحياة لاعب. وعاد غنشوفوا القرار ديال حكيمي اللي راجع كيجرف رجليه واختار ما يديرش خطأ تكتيكي على اللاعب، وهذه ماشي اول مره طرا لينا هاد اللقطه، حتى في حقبه وحيد وبالضبط امام مصر وفي الاشواط الاضافيه. نايف اكرد دار نفس الحاجه مع اللاعب صلاح، الشيء اللي خلاه يعطي تمريره لتريزيجي ويقصيونا من المسابقه. ولكن كاين حوايج في التيران كيطرحوا علامات الاستفهام، خصوصا ردة الفعل ديال اللعابة على ضياع ركلة دياز. كانت غريبة ومختلفة بزاف على الحرقة اللي شفنا فاش ضاعت ركلة حكيمي ضد جنوب افريقيا ولا زياش ضد البنين. واخا هذيك كانت غير ادوار اقصائية، وهذا كان نهائي تاريخي. الطريقة باش ضرب ابراهيم دياز البيلانتي فيها واحد النوع من اللامبالاة ولا مسؤولية. السيد بحال الا ما حاسش بهذا الشعب، ما عرفش بلي كاس افريقيا حلم اجيال،
يمكن إبراهيم بغى يقلد زيدان في البيلانتي ديالو الشهير ضد إيطاليا في 2006، ولكن طاح في فخ الاستعراض قدام حارس بحال إدوارد ميندي اللي عاق به أنه غيضرب بانينكا. ومع العلم هذه ماشي أول مرة الحارس إدوارد ميندي يتصدى لركلات جزاء بانينكا بحال هذه، حيت ديجا في الدوري الإنجليزي أغويرو بغى يماركي عليه نفس الكرة ولكن ما قدرش. مع الأسف إبراهيم دياز خيب ظن الكثير، واخا كان ليه الفضل في أنه يوصلنا للنهائي بالمستويات المتألقة اللي دار، وأنه سجل في 5 المباريات على التوالي، ولكن جا حتى النهار الكبير وما كانش حاسس بالمسؤولية، فضل يستعرض على يماركي لنا البيت ويجيب لنا اللقب الغايب. ما غاديش نضيعوا الوقت وغنهضروا على انسحاب السنغال ولا البروباغندا الخاويه ديالهم، حيت ما غاديش نبانوا بحال واحد الدوله اللي المونديال سالا وهما باقيين كيتسناو الماتش يتعاود. حنا مغاربه والواقع ديالنا كنشوفوه في التيران ماشي في البكاء على الكواليس. باش نكونوا واضحين، بركه من كذبه ربيع العالم والعيش على الاطلال. حيت الا جينا نهضروا على المركز الرابع غنذكروا جوج ديال الامثله اللي هما تركيا اللي حققت المركز الثالث في كاس العالم 2002 مور ما انتصرت على صاحب الارض المنتخب الكوري الجنوبي اللي بدوره حقق المركز الرابع. ولكن واخا هكاك ما كيتعتبرش انجاز، حيت هاد جوج منتخبات نقدروا نعتبروهم ما ناجحينش قاريا. بيلانتي دياز كانت غير نتيجه ديال عقليه باغي نرضي كل شيء. الكره ما فيهاش شكرا على قطر، فيها شنو وجدتي اليوم. بكل صراحة خص محاسبة حقيقية للمدرب على هادشي اللي وقع في هاد الكان اللي كان في بلادنا وبين جماهيرنا، ولما لا تم الإقالة ديالو إلا ما بغاش يقدم الاستقالة. شوف ديما كنقولها، ولكن احسن مني باش يدي هاد لا كوب دافريك انا نخلي البوست ديالي، انا اللي كيامني هي المغرب تربح. شفتيه، انا اول سوبورتير ديال المنتخب هو انا غير بغيت نشوف حكيمي يدي الكاس. دونك ولا كاينين شي وحدين اللي كيبان لهم اللي بيب غوارديولا يجي ويدينا الكوب دافريك، ولا انشيلوتي ولا كلوب ولا شي واحد اخر، انا والله تا انا نجلس قدامه نقول له الله يحفظك غادي تجيب لنا الكوب دافريك. حك انا قادر عليها بلا ما تجيبوا هذا اللي كتقولوا. انا كنت قادر عليها كنت مشيت في حالي، ما غاديش تجيبوا احسن مني باش ديو هاد لا كوب دافريك، بغيتو ولا ما بغيتوش.